السلام عليكم، وكل سنة واحنا طيبين امام هذا النظام الفاسد الظالم الذي قد سمك جلده لدرجة انه لا يشعر بهذا الغضب الشعبي المتصاعد. وكما اقول دائما ان احنا ان لم نستطع التغيير بالطرق السلمية فتنشط غضبة وثورة شعبوية عشواء لا تفيد احد لانها تباتي على الاخضر واليابس. نحن هنا اليوم لنحتج على كثير من الامور، لان يبدو ان هذا النظام بدأ يطهر الجو حتى يمكنه ان يقوم بفعلته الآثمة وهي التوريد. والهدف من التوريد كما نقول دائما ليس توريد حسن جمال مبارك، وانما حتى لا يأتي احد بديلا له، لان كل من يريد ان يحصل حتى على 5% من الشرعية عليه ان يفتح ملفات الفساد الذي فاحت رائحته. نحن هنا ندرك ذلك، فنحتج على حبس هؤلاء الصحفيين، على الاحكام ضدهم، على عملية تنقية الجو للتوريد التي يقوم بها هذا الحكم الفاسد. نحن هنا لنناصر العطشة والجائعين والمضربين في المحلة الكبرى وفي كل مكان. وبارك الله فيكم، ولنستمر في مواجهة هذا النظام الفاسد